السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد. آه هذا الإنسان يرد على الشيخ محمد بن شمس الدين أنه على أساس أراد أن يكحلها ولكن عماها. والله لو ربيع مدخلي لو كان حيا لسمع للجمك صراحة على هذا الكلام، لأنه كان يحذر كثيرا من أهل البدع والأهواء. فأنا ما أعرف كيف أنت سكتت فقط لاتباع هواك ولنصرة نفسك. عجيب أمرك. نستمع. هذه صلاة العيد في روسيا، في موسكو، بلد نصراني فيه مسلمون، طبعا فيه مسلمون. هذه صلاة العيد في الدار البيضاء، انظر تنظيمها وجمالها. هذه صلاة العيد عند الشيعة، فما بال مصر؟ ما بال مصرنا الحبيبة؟ طبعا كما أنتم ترون كان عدد هائل صراحة من الناس، ودليل على اختفاء أهل السنة هناك صراحة، ودليل على أن أهل البدع هناك متحكمون، ودليل بأن الدعاة على أبواب جهنم في هذه المنطقة صراحة. هذا الدليل تشوفون أنه اختلاط وما حدا عم يعرف يصلي، ما أدري، ومضيعين القبلة. فالشيخ محمد يتكلم بصورة الذي نحن نراها ولكن ما عمم. نستمر. ما بال الأزهر الذي همه نشر البدع فقط، لا يعرف كيف ينظم للناس صلاتهم ويعلمهم الصلاة الصحيحة؟ حرفيا، وصدق الشيخ بذلك. ما بال الأزهر فعلا، كل يوم يخرجون ب1000 بدعة وبدعة. طبعا ليس تعميما، ولكن هؤلاء اللي هم مشهورين كل يوم يطلع لك بفتوى ما أنزل الله به من سلطان. هل يعقل هؤلاء غافلون عن هؤلاء الناس؟ ولكن ليسوا بغافلين عن البدع. شعب نحبهم وندري انهم يحبون الدين. تشحف يا معلم، تشحف، يا سلام يا أخي، غرغر عيني. طبعا الشيخ محمد لم يعمم، ما عمم، يتكلم على ما بال مصر، انه ما بالكم، ولكن ما عمم. عندنا نحن الكرد مثلا في فئة من الناس ضالة. هل نعمم الكرد كلها؟ لا طبعا، انما المقصود هؤلاء من الناس. تخيل هناك أكثر من 100 مليون إنسان على هذه الدولة، وتؤخذ لقطات لا تعد على أصابع اليد الواحدة وتعمم على الجميع ويقال ما بال مصر. هل الشيخ قال عمم المصريين كلاتهم؟ قال ما بال مصر، لا بأس بذلك. ما بال كردستان، ما بال سوريا، ما بال أفغانستان. أين أعينكم، أين أنظاركم عن هؤلاء؟ لماذا لا تعلمونهم؟ حزين الشيخ محمد بن شمس الدين، حزين على مصر، ثم أنت تقول ويعمم. شد حالك بعدين شوي. هذا هو الظلم وهذا هو الافتراء، ولا حول. والله الظلم بأنك أنت تسكت عن الحق وتدافع عن الباطل. معقول هكذا تعلمت؟ هل يعقل؟ أنت ترى منكرا، هل يعقل ألا ننكر هذا المنكر؟ هذا حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لا نحن باللسان، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب هذا باللسان إنكار المنكر. معقول أنت تأتي وتدافع والله أنت أمر غريب، تدافع عن الباطل فقط لأنه عندك مشكلة مع الشيخ محمد بن شمس الدين. طبعا إفلاس علمي، إفلاس علمي. يلا نشخص الأمور. ولا قوة إلا بالله. فهذه أخطاء استثنائية، أخطاء فردية، لا تعمم وتلقى الصورة وتبث للجميع. انظروا إلى مصر وانظروا إلى الأزهر. نعم، هي أخطاء استثنائية، ولكن شوف بارك الله فيكم، المدينة كاملة أو إنه أو القرية، أنتم ترون بأن الناس كثر صراحة. ليست بعض الناس، أو ليس بعض الناس إنه ممكن تقول 10 أو إلى 20 شخص. لا،
أنتم ترون المئات صراحة، دليل على غياب التوحيد هناك، دليل على غياب السنة وتمكين أهل البدع هناك وأهل الأهواء. هذا ليس دليل على بأن أهل السنة مستلمون. انظروا إلى المنظر، مستحيل. أين السنة في هذا الأمر؟ غائبة. والشيخ محمد يتكلم عن هذا الأمر. وانظروا وأنا أقول ما بال من يزرع لتفريق المسلمين، ما بال من الذي يفرق المسلمين؟ من هذا الذي يفرق المسلمين؟ هل أصبح الدليل التفرقة؟ سبحان الله العظيم، كم تشابهت قلوبكم مع قلوب أهل البدع في كلام واقع ودليل، ثم تقول ما بال من يزرع الفتن؟ هذه النتيجة اللي طلعت معك. تمشى له الرواتب. ما حدا يمشي رواتب، كلنا نعمل الحمد لله بعرق جبيننا. ممكن أنت جالس في هذه المكتبة الكبيرة والضخمة، يمكن أنت اللي تستلم رواتب. الله أمركم غريب عجيب والله. لتفكيك النسيج الإسلامي، ما بال من يتابع بدلا أن تذهب وتقول لهؤلاء تفكيك بلد الإسلام والمسلمين، تقول لهم ألا ترى أن التفكيك، ألا ترى بأنهم لا يعرفون أين القبلة؟ نحن قبل الإسلام. بدلا أن تذهب وتقول لهم لماذا لم تعلموهم الدين؟ يا أخي عالم مصلي شعرهم طالع، نساء مع رجال، والله ما قلت حقا ولم تصب. أنت رأيت الخطأ ودافعت عن الخطأ، ويلك من الله. ثم ترد على الشيخ محمد شمس الدين لأنه أنكر المنكر. ما بدي أقول أنت منكر، ولكن اتق الله في نفسك. أنت تدافع عن شيء خطأ يا رجل، اتق الله. الناس مضيعة، يعني 5 قبل يمين شمال ما أدري شرق غرب، ما هم يعرفوا يصلوا، ثم تقول تفكيك. اذهب وقل لهم لهؤلاء الناس الذين فككوا هؤلاء المسلمين عن بعضهم البعض وما عرفوا القبلة، تأتي وتطول لسانك على الشيخ. سبحان الله العظيم، والله أمركم عجاب. برامج رمضان ومسلسلات رمضان أكثر من كل الناس، وعلق على كل شيء في رمضان. يعلق لأنه خطأ، يعلق على الشيء خطأ ويبين للناس. أحسن ما أنت عم تدافع عن الخطأ وتجعل الحق باطلا والباطل حقا. رمضان ما بال من يلتقط أي شخص يدعو إلى الله ويبحث عن أخطاء ويبحث عن. هل ترى بأن هؤلاء يدعون إلى الله؟ هل ترى بأنهم يدعون إلى الله؟ لم يعلموا الناس القبلة؟ بالله عليك، أنت مقتنع من كلامك؟ انتقادات، ويبث هذه الانتقادات وينسى كل ما قدموا من خير. ما نسينا حقيقة، يعني أزهر فيها كذا فرقة، تمام، ولكن من المستلم؟ أنا أعرف وأنت تعرف من المستلمين، علي فريدي وجماعته. وما بال ولا. هل لاحظت أنت كم مرة قلت وما بال؟ متبلبل كثير شكلك، يعني شكل الشيخ محمد بن شمس الدين أخذ بالك كثير. نستمر إن شاء الله، هذه آخر لقطة. صدق فيك الوليدان، الشيخ وليد سعيدان والشيخ وليد إسماعيل. يقول صدق فيك الوالدان، يقصد وليد بن راشد سعيدان ووليد إسماعيل. لا والله لم يصيبوا بذلك، وأنا أرى بأنهم ظلموا الشيخ محمد بن شمس الدين في هذا، وكانوا قاسين حقيقة على الشيخ محمد بن شمس الدين. أسأل الله أن يحفظ علماء أهل السنة. والخلاف والاختلاف لا ينقص من الود قضية بين أهل السنة والجماعة، ولكن لا أرى بأنهم وافقوا في كلامهم على الشيخ محمد، وأرى بأنهم قد كانوا قاسين حقيقة عليه. والشيخ محمد له دليل، ومن له دليل فليأتي بدليله بدون ما أقول صدق فلان وعلان. على كل حال، تاني مرة بدك تحكي يعني على شيء الشيخ محمد جيب دليل يعني، وما تدافع عن الباطل من أجل نصرة نفسك وأهوائك، واتق الله في نفسك وشد حيلك تاني مرة بس تحكي.